كل اللي نفسي فيه بس ان انا اتعامل كبني ادم. انا يا دوب عييت، ما عملتش جنايه ولا قتلت قتيل لكل ده. بصت الناس والدكاتره نفسهم كل ما بعيا واضطر اروح لدكتور بقت صعبه. ان جيت للحق انا بقيت بخاف قوي. بخاف اعيا لحسن ما الاقيش دكتور، وبخاف ان حد يعرف ان انا عندي اتش اي في لحسن يبص لي بصه من اياهم. انا بقيت بخاف لدرجه ان انا بقيت بلبس نقاب وانا رايحه اصرف العلاج عشان ما حدش يعرف انا مين. ما هو برضه لو حد لمحني هتبقى فضيحه يعني، وانا مش قدها. هقول لك، في 2006 حسيت بشويه اعراض غريبه كده، اسهال وترجيع وسخونيه. بعدها خسيت جامد قوي من غير سبب، بقيت 45 بعد ما كنت 83 كيلو. طبعا لفيت ودورت، عملت بدل التحليل 10 وزرت بدل الدكتور 2 و3. اللي قال لي دي مشاكل في المعدة، واللي قال لا دي اكيد بكتيريا، بس ولا حد فيهم كان عارف انا فيا ايه. الاعراض فضلت مكمله وفضلت بخس لحد لما بقيت جلد على عظم. كل اللي كان بيشوفني كان بيتخض. لحد لما في شهر 5 في 2007 اتحجزت في قسم البطنه اللي في القصر العيني. المفروض كنت اتحجز 3 ايام، بس فضلت هناك 21 يوم بحالهم. عملت تحليل وكشفت كذا مره لحد لما الدكتور اقترح ان انا اعمل تحليل اتش اي في، يمكن يبقى السبب. فعلا طلعت النتيجه ايجابيه. يومها طلبوا من جوزي كمان يعمل تحليل، ولما طلع ايجابي هو كمان رحت المستشفى مبلغه اهله واهلي وكل اللي شغالين فيها. طبعا لما المستشفى خدت خبر ان التحليل ايجابي عزلوني في اخر العمر، حاطوا سريري بستاير كده. بعدها بكام يوم لقيت الممرضات بيفضوا اوضه الغسيل اللي الدكاتره كانوا بيغيروا فيها هدومهم، وحطوني فيها يعني عشان كانوا خايفين مني. بعدها الدكاترة كانت بتكشف كده من بعيد وخلاص يعني ويمشوا. وفضلنا على الحال ده 4 أيام بحالهم لحد لما حولوني لحميات في العباسية عشان أعمل تحليل تاني هناك يعني في المعامل المركزية. وزي ما أنت عارف بقى التحليل طلع إيجابي، وصرفت العلاج وخدته وبقيت كويسة الحمد لله. كويسة يعني، بس خايفة يعني خايفة ونفسي بس يوم واحد بس أحس إن أنا بني آدم عادية يعني.